يعني يمكن نقول بانه كانت صدمه. يعني الكوبيين في هذا النزال. اكيد مستمرين معكم مشاهدينا الكرام، وغادي ننتقلوا مباشرة الوزن 69 كيلوغرام. مشاهدينا الكرام، الوزن الذي انتظره كل المغاربة لمعاينة نزال البطل المغربي محمد ربيعي، الذي نتمنى له التوفيق في هذه المنافسة، والذي سيقدم نفسه بشكل قوي ومهم. هشام، البطل المغربي محمد ربيعي على الصورة، والخصم اليوم فهو من كازاخستان. محمد ربيعي يبقى من الاسماء الكبيره والكبيره جدا، مواليد 1993. الوازنه الصراحه والاسمات الصراحه، القوه والحضور ديالو الصراحه في رياضه الملاكمه في السنوات الاخيره. صراحه نبغي نقدم للمشاهدين الكرام من السيره الذاتيه ديال البطل المغربي محمد ربيعي. محمد ربيعي من مواليد سنة 1993 في 23 من شهر يوليوز بمدينة الدار البيضاء. يبقى من الأسماء المهمة على المستوى العالمي في وزن 69 كيلوغرام. يمكن نقول بأنه المقابلة ديالو اليوم مقابلة مهمة جدا. فاز على الصيني قبل ما يأمن العبور ديالو للمقابلة النهائية. هنا الكازاخستاني يستعد للدخول، فهو دانيانغ ويسنوف، أحد الأسماء القوية على المستوى العالمي، أليس كذلك هشام؟ بالتأكيد. ونقدم للمشاهدين الكرام من الملاكم الكازاخستاني دانيانغ ويسنوف، في 2006 بطل العالم فئة الفتيان بتركيا، 2008 وصيف بطل العالم فئة الشباب بغوادالاخارا بالمكسيك. وهنا يظهر محمد ربيعي يستعد للدخول إلى الرينج، إلى الحلبة. دخول مميز من جانب محمد ربيعي كيف كنشاهدوا على الصورة. الدخله المعتادة ديال الربيعي كيف فكرنا في جمعية شباب البرنوسي للملاكمة في عصبة تماما، الجمعية المعطاءة بعصبة الشوية، والعديد من النزالات التي خاضها الجالية المغربية المقيمة هناك بالدوحة. تتابع عن كتاب. مشاهدينا الكرام، يبدو أن اليوم سيكون حاسما. انتظرنا كثيرا ونحن نتابع هذه المنافسة المغربية الكازاخستانية. نتمنى التوفيق للبطل المغربي الذي فاز في العديد من النزالات، وصلت ل 50 نزال، أليس كذلك هشام؟ هذا أكيد. فالربيعي نبغي نذكر مشاهدينا الكرام إلى أن وزنه 69 كيلوغرام، وهو المتوسط الخفيف. ينتمي لجمعية شباب برنوسي الملاكمة عن عصبة الشوية الملاكمة حرف ألف. عدد نزالاته على المستوى الوطني 50 نزال. الألقاب الوطنية: بطل المغرب فئة الفتيان موسم 2007 2008 2008 2009، بطل المغرب فئة الشبان موسم 2009 2010 و2010 2011، بطل المغرب فئة الكبار موسم 2013 2014. على المستوى الدولي: فضية ببطولة إفريقيا بواندي بالكاميرون سنة 2010، نحاس ذهبية بالبطولة الإفريقية للشباب بالرباط سنة 2011، ذهبية بالدوري بالجزائر سنة 2009. خلينا نقطعك هشام لانه النزال غادي ينطلق صراحه. يمكن نقول بانه اهم نزال بالنسبه لنا احنا كمغاربه اللي غنتابعوه بكل ما عندنا من حماس. نتمناو لمحمد ربيعي انه يتفوق في هذه المنافسه. الركن الازرق احساس كبير جدا. اللي كنتمناه هو التوفيق بشكل كبير للبطل ديالنا محمد الربيعي، الذي نطمح الى ان يكون هذا النزال هشام ويحقق الاولى، اللكمات الأولى التي نتمنى أن تكون من جانب البطل المغربي الذي يبحث لكي يضع صوب أعينه الذهب ولا شيء غير الذهب. يلا ربيعي، يلا ربيعي. وليدات المغرب كلهم وكل الجمهور المغربي الكل يساند والكل يتابع هذا البطل المغربي الذي نتمنى له التوفيق. نذكر بأن الكازاخستاني من هزمش تقريبا من سنوات، يعني على مستوى الكازاخستاني مصنف رقم 1 عالميا طبعا، وتوج بجائزة أحسن ملاكم سنة 2013 وأيضا سنة 2014. يلا ربيعي قوي. ممتاز ربيعي، لكمة باليد اليسرى، دخل بحماس نوعا ما كبير، يبحث عن اختراق سبل الملاكم الكازاخستاني. ندية كبيرة في هذه المنافسة. ربيعي الكازاخستاني يعرف قوة محمد ربيعي. زيد ربيعي ممتاز. ضربة هنا لفائدة ربيعي اليوم، ضربة مباشرة دخلت طريقة مباشرة. جيد ربيعي. شو الطريقة جيد ما تقوم ربيعي، واش مزيانة ليه في هذه المنافسة تماما. هاز لونغارد ديالو مزيان. شوف يعني هناك تغطية ديال الربيعي الكازاخستاني جيدة. أنا عرف بأنه ربيعي من هزمش نهائيا في الوورد ستيل بوكسين. تماما هذا ممتاز. ضربة أخرى ممتاز ربيعي. طريقة التعامل مع هذا النزال يجب أن تكون مهمة جدا. دائما الكازاخستاني يحاول
الذهاب بعيدا لتفادي قوة الربيعي. ما نخليوش هذا الكازاخستاني يفرض الايقاع ديالو علينا نهائيا. هذا ما يبحث عنه. 28 ثانيه متبقيه على نهايه الجوله الاولى. نذكر كل جوله فيها 3 ديال الدقائق مده ديال الراحه الربيعي دائما دقيقه واحده. يستعد للهجوم. سي محمد عدالي يستعد للهجوم الطريقه ديال الحركه ديال الكازاخستاني باليد المراوغه، اليد اليسرى. هنا كنشوفوا ضربه اخرى. زيد ربيعي زيد ربيعي زيد ربيعي. شوف الجمهور، اسمع الجمهور كل شيء مع ربيعي اليوم. الجمهور مع ما يقول يلا ربيعي برافو ربيعي. ربيعي زيد. كرهناش ضربه قاضيه ونهيو تفاصيل هذا البطل. نتمنى ذلك محمد. الكازاخستاني هذا مصنف رقم 1 في التظاهره، المغربي مصنف رقم 2، ولكن بغينا المركز رقم 1. احنا مغاربه كنبغيو ديما المركز الاول، المركز الاول ديالنا اليوم. يلا ربيعي يلا ربيعي. هنا ضربه ممتاز. اسقاط للكازاخستاني. الجاليه المغربيه تتابع عن كتاب، الجاليه المغربيه تتابع عن كتاب. يلا ربيعي زيد 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 زيد. شوف الجاليه، شوف الطريقه ديال الحماس ديالهم، الطريقه ديال التشجيع ديالهم. نتمنى ان الصوت ديالهم يكون اكثر فاكثر باش انهم يمتعونا في هذه المنافسه. يلا ربيعي الاكمل اليمنى واليسرى. طريقه التعامل كيبان لي ثقيل في الرينج، ما كيتسرعش. ممتاز ما كيتسرعش، يضرب في الوقت المناسب، يبحث عن المكان المناسب لتسجيل النقاط وبالتالي اخذ التفوق. 10 ثواني. نشوفوا محمد الربيعي كيرصد التحركات ديال الملاكم الكازاخستاني ويضرب بقوه، اقلاع بضربات متسلسله ومتنوعه. كيجي الجرس الان، عمليه اقلاع. هذا منير البربوشي والعالم المغربي حاضر. العالم المغربي حاضر. نتمناو يتعزف النشيد الوطني هنا في الدوحه. نتمناو يتعزف النشيد الوطني هنا في الدوحه. 9-10 اذا يفوز ديال الحكام معنا بالاجماع. 3 حكام معنا. يتفوق الربيعي محمد الى حدود الجوله الاولى. ربيعي 9 مقابل 10. هذا دليل على ان الملاكم الربيعي لحد الساعه يسير في الطريق الصحيح. غوشي دغوات لفائده محمد الربيعي. كونتر اتاك دخل بطريقه مباشره كما تلاحظون مشاهدينا. هنا يعني زقلات صراحه، كانت هذه تكون ضربه قويه ومؤثره بنسبه كبيره صراحه. نتمناو النزال يمشي لصالح الملاكم المغربي. كل القلوب معك ربيعي. تعليمات الاطر التقنيه معك اليوم. روبرتو تاغو والمصباحي. طبعا شاهد معايا الجاليه المغربيه راوند 2. يلا الربيعي كتنطلق الان في الطريق الصحيح. هشام يعني الحماس كبير، ولكن الرغبه جامحه. ما كرهش شي تماما. شي ضربه قاضيه الصراحه. نتمنى ذلك نتمنى ذلك. زيد ربيعي زيد ربيعي زيد ربيعي زيد ربيعي. اذا يسير محمد بخطى ثابته لاختراق دفاع الملاكم الكازاخستاني. ساهمت اسماء كبيره 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 في هذا البطل المغربي اللي وصل لهذا المستوى هذا. ونبداو بالحاج الغزواني صراحه، ونبداو باسماء اخرى اللي تالق معها بشكل كبير صراحه. الغزواني يعتبر يعني مرجع ديال الملاكمه المغربيه. اعطى الشيء الكثير لرياضه الملاكمه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي من خلال سير ربيعي. ممتاز ضربة أخرى لفائدة الربيعي على ما أعتقد تعطيه التفوق عدالي بشكل واضح وملفت للنظر. سيد ربيعي شوف دقائق متبقية. شوف كيفاش دائما يرصد يعني تحركات الملاكم الكازاخستاني. على ما أعتقد أحس الملاكم الكازاخستاني بقوة ضربات الملاكم محمد الربيعي. تبع اصبح يتحرك بارجليه ويرجع الى الخلف عدلي. هذا دليل على ان هناك ضربات قويه تدخل بطريقه مباشره الى وجهه، وبالتالي من خلالها يرجع الى الخلف تفاديا للسقوط على رقعه الحلبه. البطل ديالنا ما انهزمش في طول المشوار ديالو، ما انهزمش نهائيا في الدوبل في اس بي. تماما لعب في اس بي 7 نزالات ربحهم كاملين، ينهزم، انتصر فيهم كاملين، وانتصر على ملاكم قوي اسمه سوتو لونغو. هذا من الكوبا ملاكم كبير. برافو ربيعي. ضربه مباشره يمنى مستقيمه تبعتها كروشي دو غوش، ولكن يعني ما شداتش. كتكون ضربه يعني مؤثره بشكل كبير. سجلوا ما يحدث على مستوى الرينج هنا في هذه الحلبه. هنا ضربه اخرى كونتر اتاك بديريكت دخوات دخل بطريقه مباشره وكروشي دو غوش. ايضا ضربات هنا متسلسله لفائده الربيعي، يمنى مستقيمه وايضا يسرى مستقيمه. 59 ثانيه الوقت يمر. اذا محمد الربيعي يسير نحو
الفوز. هناك ضغط لفائده محمد الربيعي على الملاكم الكازاخستاني. القوه ديال الربيعي هشام واش في اليمنى ولا في اليسرى؟ القوه في الكروشي دو غوش وايضا في اليد اليمنى المستقيمه. يلا ربيعي ممتاز. انا كنشوفوا يعني كيف روتاتيف هنا قام به الملاكم الربيعي جيد. انذار الكازاخستاني، خاص الحكم يدخل لانه ضربوا يعني هنا لاحظتي العدالي قام بواحد الموفمون يعني زوينه، دار اسكيف روتاتيف ودخل بدخوات كروشي دو غوش. هذا دليل على ان الربيعي في اليوم ديالو يلا ربيعي جيده. يلا ربيعي صراحه يلا ربيعي احنا معاك. ضربه ذهبت بعيدا. زيد ربيعي. لكن شوفوا الربيعي يسير يعني رويدا من الظفر بالفوز. يعني حتى الكازاخستان جيد ربيعي طريت الربيعي كينتهي عند كل ضربه كينتهي الجرس صراحه. هشام نعم نديه كبيره صراحه، حماس جاري في صراحه. غادي نقول لك انا عالم بها غير الله صراحه. وانا زدنا عليك. عندنا دابا 3 ديال الحكام نشوفوا شنو غادي يقولوا هنا. التعليمات كتعطى لمحمد ربيعي، يعني نتمناو انه 9-10 لينا. 9-10 برافو ربيعي صراحه مزيان الربيعي في الطريق الصحيح. عائله ربيعي كتفرج حمزه المغرب كله يعني الشعور ديالنا في البيت ديال محمد الربيعي بالامس واليوم صباحا صراحه ديال القناه الرياضيه ديال الان يتواجد بالبيت. ونتمناو ان محمد ربيعي يفرحنا اليوم صراحه. نتمنى ذلك النشيد الوطني المغربي سيعزف ان شاء الله ان شاء الله تعالى. ان شاء الله صراحه ما يخيبش مجهودات الصراحه الجباره ديال ان شاء الله. شوف لقطات صراحه لقطات جيده. يلا شوف الكمه اليسرى تؤكد على جميع المقاييس على ان الربيعي بطل من ذهب. بطل يستاهل صراحه ان يكون بطل للعالم. ما تخيبناش وما نخيبوش ان شاء الله باذن الله. احنا المغاربه ديما الفوق. لكن ديما ان شاء الله ربيعي. زيد ربيعي يعني دائما الملاكم الكازاخستاني يتراجع الى الخلف نسبيا، وهذا من المصلحه ديال الربيعي الملاكم المغربي فرض السيطره ديالو في النزال. هذا الكوبي داغون روبرتو احد الى جانب منير البوشي كبير، وايضا مصباحي. شاهدونا نديه كبيره، نزال قوي، قوه نديه. 2 دقائق 20 ثانيه وغنعرفوا بطل العالم. نتمنوا يكون مغربي. حنا كنتابعوا المنافسه. ايضا دخل ربيعي كروشي دو غوش دخل بطريقه مباشره لفائده الربيعي. الصعب جيد ربيعي جيد ما تقوم به الى حدود الجوله الثالثه. شاهد معي طريقه تعامل ايجابي. لعبت نظرات تعكفه ترصد اي اختلال من طرف الملاكم الكازاخستاني. لعبتم نهايه بطوله العالم للشبان باذربيجان في 2010. لعبتم النهايه ديال بطوله العالم في الفتيان بارمينيا 2009. بطل افريقيا الكبار في كازا هذه السنه. برافو ربيعي. زيد بغيناك انك اليوم تكون بطل العالم وسيكون ان شاء الله بحول الله وقوته بطل للعالم ان شاء الله. يلا ممتاز الطريقه ديال التعامل بشكل ايجابي مع هذه المنافسه. يرصد تحركات الملاكم الكازاخستاني. المغربي احسن، هو اللي كيتحرك، هو اللي دائما يتحرك، عنده لافونتاج. هنا ضربات متسلسله قويه. ضربه ربيعي. زيد ربيعي دائريه. فائده ربيعي يثبت قوته الربيعي ويؤكد على انه يسير بخطى ثابته الى التتويج بذهبيه بطوله العالم. دقيقه 10 ديال الثواني، 15 دقيقه و10 ديال الثواني ونفرحوا معاك ربيعي اليوم. يلا ربيعي. زيد ربيعي. الشعب المغربي كله معاك ربيعي. يلا حنا معاك، قلوبنا معاك، دعواتنا معاك صراحه. التتويج بالميداليه الذهبيه كيقلب على شي ضربه. هو يشوف هنا الدرابو المغربي وكل شيء حاصل. كيتابعوا الجاليه المغربيه، الجمهور المغربي داخل وخارج ارض الوطن يتابع باهتمام كبير هذا النزال المتميز. الحكم كيهضر مع الكازاخستاني كيقول له هز راسك تماما. واش بطل العالم؟ هذا دليل على ان ضربات قويه. ربيعي احسن، ربيعي افضل، ربيعي احسن في النزال. يلا ربيعي انت الان تقوم بعرض طيب. هنا فائده ربيعي. تاكيد دغوات بيركيت ضربات متسلسله على مستوى البطن، على مستوى الراس. 25 ثانيه طريقه مباشره. جيد ربيعي. 24 ثانيه. جيد ربيعي. يلا ربيعي. دائما ربيعي ينتظر الفرصه للانقضاض على محيل الوجه الملاكم الكازاخستاني 10 ثواني الذي يعاني 10 ثواني بشكل كبير من قوة ضربات الملاكم محمد ربيعي. ضربة هنا بيمنى دائرية كروشي دغوات. 10 ثواني ولات 5. والآن
وياتي الجرس، ياتي الجرس. نتمنى انه يكون انتصار ياتي خلاص صراحه، خلاص التتويج، ياتي التتويج صراحه سي. شوف المغربي انه فرحان صراحه، هناك فرحه عارمه لفائده الربيعي، وايضا خطوط تقنيه. خيبه امل تماما، خيبه امل، احساس بالهزيمه. طبعا يمكن نقول بانه لحظات ستكون كبيره وكبيره جدا. مشاهدينا الكرام اينما كنتم، فرحه صراحه، فرحه في هذه اللحظات سنعلن على هويه بطل هذه المنافسه. هنا يعني نتابع اقوى اللحظات، حتى المصورين حتى المتابعين حتى المخرج يعترف بقوه ربيعي. شوف قويه على مستوى البطل كما تلاحظون مشاهدينا الكرام. ضربات متسلسله، لحظه خاصه نتمنى انه تكون ميداليه ذهبيه، قفزه النشوه في الانتصار، ميداليه ذهبيه. نتمنى ذلك صراحه. اذا نشوف الجاليه المغربيه، نتمنى ذلك. شوف الجاليه المغربيه، هذه البدايه مازال فرحتينا الربيعي الصراحه. ان شاء الله، والله العظيم الله يبارك فيك. اذا الان غادي نتابعوا مشاهدينا الكرام بطل العالم لمنافسات 69 كيلوغرام، هو البطل 69 kilogram world welterweight champion from the blue corner representing المغرب يتوج ميدالية ذهبية بطولة العالم. محمد ربيعي يتوج ميدالية ذهبية بطل العالم، بطولة العالم، الميدالية الذهبية. بطل كبيرة، بطل المغربي صراحة. نزال تاريخي على جبل المغربي مقيس. فرحة كبيرة. برافو عليك ربيعي، برافو تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. هذا هو اللي كنا كنتسناو. هذه البداية مازال صراحة، هذه البداية مازال صراحة نزال كبير على كل مرحلة قوية كبيرة. غادي نسمعوا النشيد الوطني المغربي لأول مرة في تاريخ الملاكمة في بطولة العالم. والآن لقينا صراحة الحلقة المفقودة التي كنا نبحث عنها سنين طوال صراحة. إنجاز عربي، أحسن إنجاز. الجامعة الملكية المغربية الملاكمة صراحة على رأس السي عبد الجواد الحاج صراحة، اللي عمل واحد مجهود كبير إن شاء الله من أجل الظفر بهذه الميدالية. أقوى اللحظات الخاصة بهذا النزال. مشاهدينا الكرام هنيئا للبطل المغربي. مناظفة كما تلاحظون مشاهدينا الكرام كبيرة. ضربة قوية. البطل الكازاخستاني ما انهزمش من 2013 تماما. يقول بأنه هو الواعر، هو اللي كاين، ولكن جا البطل المغربي. جا المغربي يا خويا، جا خونا رعايته جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. صراحة شيء كبير وشيء جميل صراحة أن يعزف النشيد الوطني المغربي في تظاهرة كبرى عالمية، أكبر صراحة في آخر مكان. صراحة كنشوفوا هاد الملاكمين اللي كنشاهدوا الآن غادي يتلاقاو معهم في الألعاب الأولمبية. هذا هو آخر مكان، هذا هو المستوى. إن شاء الله المغرب إن شاء الله كنأكد بجميع الوسائل على أنه إن شاء الله سيكون بخير وعلى خير إن شاء الله. إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام ننتظر لحظات لمحاينة حفل فرحة الربيع. أكيد فرحة تاريخية كبيرة صراحة. وكبيرة جدا. مشاهدينا الكرام في كل مكان، سننتقل بكم مباشرة إلى حفل توزيع الجوائز للبطل المغربي المتألق محمد ربيعي، الذي تمكن من الحصول على المركز الأول عالميا بعد قهره لكازاخستاني دانيار يليسينوف، الذي لم يتمكن من تحقيق الحضور المميز. وزن 69 كيلوغرام. نتوجه إلى المكان المخصص لتوزيع الجوائز. دخول الاسم الربيعي المهمة في هذه المنافسة، وسننطلق من المركز الرابع وكذلك المركز الثالث المؤهل إلى الألعاب الأولمبية بريو 2016. البطل المغربي المتألق محمد ربيعي يظهر على الصورة بشكل مميز وجميل، وهو الذي بان على مؤهلات رائعة، والعلم الوطني المغربي موجود وهو مساند ايضا من الجاليه المغربيه المتواجده في الديار القطريه. مشكورين صراحه بهذا المنبر. الميداليات السيد يوسف القاضم رئيس الاتحاد القطري للملاكمه والرئيس التنفيذي للجنه المنظمه، يرافقه السيد تانر نائب رئيس العائبه ورئيس الاتحاد الاوقيانوسي. إذا حضور الاتحاد القطري هناك رئيس الاتحاد الاوقيانوسي ايضا سيوزع الميداليات، وهذه اللحظات تبقى غالية وكبيرة جدا. أذربيجان. إذا
إلى المركز الرابع. Representing Azerbaijan, Parviz Bagharov. من أذربيجان هذا البطل الذي يحصل على المركز الرابع غير محدود للمرور إلى الألعاب الأولمبية. بارفيز باغيروف الذي يحصل على ميدالية برونزية، مركز رابع. كان صراع قوي وقوي جدا. نعلم جيدا على مستوى البطولة الأفريقية من يفوز بالمركز الثالث هو من ينهزم من بطل